جدا لينا على الشوط الاول سيء جدا على كل المستويات، سواء على المستوى الهجومي والدفاعي. عندنا مشاكل كتيره جدا النهارده، اخطاء كتيره النهارده على المستوى الدفاعي يعني. الشخصيه بتاعتنا النهارده ما ظهرتش خالص الشوط الاولاني، مش شويه الشوط الثاني الوضع كان افضل واحسن. يعني انا مش راضي خالص على لا على الاداء ولا النتيجه النهارده. ان شاء الله الفتره اللي جايه تكون افضل واحسن. في حد يا جماعه النتيجه النهارده يمكن يا كابتن حضرتك او نادي الزمالك النهارده شارك بمعظم الاساسيين او يعني ثلاث ارباع اللعيبه اللي موجوده شاركوا بيلعبوا بشكل اساسي. هل نادي الزمالك كابتن بعد الفوز بالمباراه اللي فاتت حضرتك كنت حاطط استراتيجيه ان انت تكسب البطوله ولا يعني ما شفتش ان نادي الزمالك واضح في القصه دي؟ بيراميدز مثلا شارك بالشباب، النادي الاهلي كان واضح قال لك هنجرب ونطلع لعيبه نستخدمهم للفريق الاول. نادي الزمالك شارك في الثلاث مباريات بمعظم الاساسيين. الاستراتيجيه الخاصه بنادي الزمالك النهارده او فيما بعد، هل هتلجا للناشئين ولا هتكمل في الاساسيين؟ طيب بالنسبه للوضع بتاع بيراميدز او النادي الاهلي او لينا الامور مختلفه خالص. احنا بنستخدم الناشئين الموجودين في قد المتاح. احنا على مستوى الناشئين محتاجين يعني نغير حاجات كتير جدا على مستوى النادي بشكل عام. على مستوى الناشئين بحاول على قد يعني الامكانيات الموجوده بالنسبه للعيبه بستخدم، ولكن الظروف اللي انت هتستخدمهم فيها ممكن تحرقهم. يعني النادي الاهلي في مباراه سيراميكا هو استخدم تشكيل يعتبر مختلف تماما عن المباريات اللي بعدها، لكن الفكره مش فكره دخول ناشئين وخلاص. الفكره يعني انت هتدخلهم امتى وبتبقى الظروف متاحه ليهم تساعدهم. زي ما انت بتشوف في المباراه الثانيه لما بيحصل في دخول بكم بتبقى الامور صعبه شويه. فمش عايز احمل منهم يعني مشاكل كتيره ممكن نكون بنمر بيها، خصوصا في الفتره دي احنا محتاجين مكاسب ورا بعضها عشان خاطر الفريق يستقر شويه، الامور تهدى شويه جوه الفريق وحوالين الفريق يعني. فده اللي انا بفكر فيه. موضوع البطوله وعدم البطوله ده مش خيار يعني. مش انا بقول لك النهارده احنا على المستوى الفني احنا وحشين جدا، وده بسبب شخصيتنا النهارده. مش يعني الموضوع مختلف تماما عن المباريات اللي فاتت، وكل مباراه في الرابطه هتلاقي فيه اختلافات كبير جدا من المباراه الثانيه بالنسبه لنادي الزمالك لاي فريق يعني. فالنهارده احنا داخلين الماتش بشخصيه ان احنا ضامنين المكسب، وده مش حقيقي. كان في تحفيز كبير جدا للعيبه على مستوى المباراه، لان النهارده المكسب كان هيعدي بينا جوه المجموعه بشكل يخليك بعد كده الامور تبقى اريح انك تدخل لعيبه، وده ما حصلش يعني. احمد يمكن شفنا في اللقاءات اللي فاتت واللقاء الاخير تحديدا ناصر منسي بينزل بيسجل هدف الفوز، انس وائل نزل برضه اعتقد ان هو غير الشكل وخد فرصه كبيره. النهارده بنشوفهم يعني انس وائل ما نزلش خالص، حضرتك ما اعتمدتش عليه تماما، يمكن حتى توقعنا التغيير الخامس ان هو نزل محمد ابراهيم. شفنا ناصر منسي بينزل برضه في الشوط الثاني، توقعنا ان هو يبتدي اللقاء. فيعني في بعض العناصر يعني كان عليها علامه استفهام في الاختيارات ولا دخولهم يعني في الاختيار سواء بدايه اللقاء او ما شاركوش خالص زي انس. طيب يعني النهارده احنا عارفين ان احنا بنلعب فريق كويس، يعني فريق على مستوى الجاهزيه وده اللعب يعني هيبقى فيه كتير. ناصر بقاله فترات طويله ما بيشاركش، بتحاول ترجعه واحده واحده، وده مهم ليه لانه يعني في الفترات الاخيره كان اللي بيشارك بشكل اساسي هو عمرو، وعمرو النهارده ماشي برضه بشكل كويس، وعدي راجع من سفر وبرضه كان ماشي بشكل كويس. فناصر محتاج يعني بندخله واحده واحده، والماتشات اللي جايه انت هتشوفه ممكن يكون بيشتغل معاهم برضه بشكل اكبر واقوى. بالنسبه لانس يعني اخوان، هو شغال في المنطقه دي بشكل كويس، فبحاول على قد ما اقدر يعني احتفظ باخواني، لان اخوان عنصر اساسي وشغال بشكل كويس. انس على قد ما بقدر ما بحاولش اشيله يعني توقيتات كبيره في الناحيه اللي هو ما بيلعبش فيها، بديله توقيتات اقل شويه بحيث ان انا بشكل افضل يعني. في حد يا جماعه اخوان مزيرة جماهير الزمالك بتقول عليه دايما يغير الشكل مع نادي الزمالك. يعني النهارده ما كانش في الفورمه او ما كانش مركز، هل شايف انه مرهق بسبب اعتماد بشكل اساسي عليه الفتره الاخيره، ولا كان باد لك او غير موفق النهارده؟ بص اخوان يعني اي لعيب كوره في العالم كله يعني فيها توقيتات من ماتش لماتش ممكن يبقى الامور على مستوى الكوره بتبقى فيها تغيرات كتير يعني. لكن اخوان لعيب مهم ولعيب بشوف لعيب مفيد جدا للفريق. اوقات هيظهر بمستوى يعني كويس واوقات هيظهر، ده طبيعي
في الكوره، ولو كان يعني بشوف من اهم اللعيبه اللي دخلت مصر في الفتره الاخيره بالنسبه للاخوان يعني. ولكن انا بقول لك النهارده على مستوى البطولات انا بشوف ان دي من اسوء المباريات اللي انا لعبتها مع الزمالك. شكرا كابتن. حضرتك كابتن